اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ويبارك لنا فيه. اخواتي وحبايبي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويسترها معاكم، ما تحرمش منكم ابدا ومن تشجيعاتكم ومن تعليقاتكم. جايلكم النهارده بروتين منشط. بروتين منشط جدا جدا. وخليكم معايا بس لاخر الفيديو، انا عايزاك بس تسمعوا في الفيديو بس 5 دقايق بس مش اكتر، 5 دقايق بس مش اكتر، بس مش تخشوا وتطلعوا كده يعني. واللايك يا جماعة، اللايك والتعليق الحلو اللي منكم، القمر دي اللي زيكم كده، أمارات، انتوا أمارات والله. ربنا يديمها نعمة في حياتنا يا رب كده، ويبارك لي فيكم ويسترها معاكم دنيا وآخرة يا رب، ويخليكم ليا وانتوا معايا كده في القناة كده على دماغي من فوق، والقناة دي هتعلى لينا وليكم، هتكبر برضو بيكوا وليكوا. أحلى اخوات والله العظيم، بجد بجد ما تحرمش منكم أبدا ومن كلامكم الحلو ودعاكم ليا، ربنا يخليكم ليا يكبر بخاطركم ويخليكم ويسترها معاكم يا رب، متحرمش منكم ابدا، ويخليكم كده وربنا ينجح اولادكم ويسترها معاكم ويشفيكم ويشفي كل مريض يا رب. ربنا يشفي كل مريض ويشفيك يا ام اسلام ويبارك فيك يا رب، وما تحرمش منك ومن دعاك الحلو ومن كلامك الحلو ده ليا يا رب كده، ربنا يتقبل منك يا رب، كل الدعاء اللي انت بتدعوه لي دي ربنا يتقبل منك، ما تحرمش منك ابدا يا غاليه، وما تحرمش منكم كلكم، انتوا كلكم على دماغي من فوق، وانتوا كلكم اخواتي وحاسين بيا وعارفين بتعب ازاي في الفيديوهات، في الفيديو على ما بصوره واسجله ومكيش وانزله وكل ده، يعني بتعب والله العظيم، اقسم بالله والله بتعب قوي يعني. انا على باجي اخر النهار بيكون شطبت ميه ونور، يعني بصور معاكم جميع كل حاجه وبصور معاكم الحاجات ديت، وبعدين عامله لكم فيديو في اخر، عامله لكم مفاجاه في اخر الفيديو، خليكم معايا لاخر الفيديو كده ان شاء الله تبقى مفاجاه حلوه كده يعني. صورتهم كده من غير ما يحسوا عشان اعمل لكم مفاجاه بس مش اكتر. انا بعمل النهارده بقى ده رحالي بلبن، لبن رايب، لبن حليب، دي رحالي بلبن بس مش عايزه احط مش خميره، بخميره بقى، عايزه عايزه تحط تحط فيه اي. خميره حط خميره زي ما انت عايزه. انا هعجنه تحط عليه سمنه، تحط عليه زيت، اي حاجه عندك حطها عليه. بس انا عاملاه بلبن، ما جبتش الا حبه ميه صغيرين الاخره ده همت و... وكله لبن يعني، ما فيش عليه ميه قد كده، لبن وسمنه بس، وما فيش اكتر من كده، وملح، وما فيش اكتر من كده يعني. الحمد لله بيبقى اكله جميل قوي، بسم الله ما شاء الله يعني. قلت بقى ايه النهارده بدل ما اطبخ، انا هعمل بقى كيس باميه معاكم كده، وهعمل الرحال الحلو السخن الطازه ده. آه عملت الباميه، طبخت الباميه والله العظيم يا جماعه، والله العظيم كانت روعه روعه، اسم روعه دي حاجه سهله خالص يعني. حلاوه ايه وطعمه ايه، حاسه اللي انا جايباها من الغيط يعني. بس عجنته عجين بقى بسم الله ما شاء الله، والله العظيم كان ملبن في ايدي ملبن، حسيت اللي هو شديد شويه، قمت حاطه كمان نطره ميه و... وانا هبطت قوي في العجين بجد يعني، ببقى عجن في العجانه، بس انا ايه قلت اعجنه معاكم يعني على ايدي كده، عجنته اهو من الاول للاخر اهو. لايكات بقى يا جماعه، معلش معلش ما تقعدوش بقى تتفرجوا معايا لحد دلوقتي كده، ما تعملش لايك بقى بعد اذنك يا قلبي، اعملي لايك بقى كده وكومنت حلو، كومنت تعليق زي العسل كده، ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم، ما تحرمش منكم ابدا. الاكل ده هو يعني اي حاجه سخنه يا جماعه، اي حاجه سخنه، رحالي، عيش، قرص، اي حاجه ما شاء الله بيتاكل احلى من اللحمه ذات نفسها، والله العظيم احنا كلنا. يعني انا بيتهيألي انا كلت وشبعت عن اللحمه كمان، اي والله العظيم جميل قوي يعني. بقى غاموس بقى، عملنا بقى برنجان مشوي، وعملنا بطاطس مشويه وعملنا ست ملقنت، وعملت الباميه اللي بقول لكم عليها ديت، وكان عندنا خضار وحاجات من دي. قمت بقى بدات بقى نضفت الخضار الاول، نضفت عشان اروق الدنيا كده، وامسكه اغسله عشان ينشف، على ما ايه، على ما نيجي ناكل يعني. الخس بالذات اما يكون ناشف بيبقى حلو في الاكل، عما يكون مثلا اما يكون مبلول، تحس اللي هو زفر كده، اما تغسليه وتسيبيه ينشف براحته آه بيبقى كويس يعني. مسكته نضفته واحطه بقى تحت الحنفيه وتغسله، ولما الحبة الخضرا اللي هما تخرطهم للحوان، واحطهم في الجردل بتاع الحوان يعني.
اي حاجه عندك ما ترميهاش، عندك طيور لمها لطيورك، اي اي حاجه في المطبخ هترميها ليه خساره. الحاجات دي حلوه قوي للطيور. مثلا ما عندكوش طيور، عند جارتك لمهم ليه في كيس كده ودهم ليه. عشان مثلا خساره، بدل ما ترموهم في الزباله يعني، مش عشان حاجه والله العظيم، بدل ما يترموا في الزباله، لان اكثر معظم الناس بتلم العلف دهوت اللي بقى عنهم عندهم، بيرموه بيعبوه في كيس ويرموه في الزباله، خساره. لو انت اديتهم لجارتك هتشيلها بجميله عند يعني ليكي، هيكون عندها اي حاجه هتديها لك، بيضه هتديها لك، مش عشان مثلا هتديكي، عشان بس تبقوا مع بعض يعني كده كويسين مع بعض يعني. بتشيلها جميله منك بقى كده يعني، بتقدرك زي ما انت بتقدريها كده يعني. يلا ربنا يبارك فيك يا رب. اللي انت بتقدميه بتلاقيه يا حبيبه قلبي، اللي قدمت حلو بتلاقيه، قدمت وحش بتلاقيه. دي سنه الحياه. انا مش هعمل حاجه وحشه، حاجة حلوة وحد هيعمل لي حاجة وحشة، ماشي. لازم أنا أبدأ بالخير الأول. يعني ما ادورش مثلا ان انا مثلا ابقى وحشة مع الناس. الناس طبعا هيبقوا وحشين معايا كده يعني. بدور على حل عشان اسوق الحالة البايمة، مش لاقي حل. لاقي الحلة ومش لاقي الغطا. هو انا جيت في البيت ده غلط ولا ايه يا جماعة؟ مش عارفة والله، جيت في البيت ده غلط ولا ايه. احط بقى حبة مية الاول كده، تحط حبة مية على البوتاجاز عشان هسلق البامية. غسلت الخضار اهوت، حطيته تحت الحنفية، غسلته عشان ينشف على ما اخلص يعني. احط الشوط ميه يتنقعوا بقى، قصدي يغلوا. كنت عامله كيس باميه كده مفرزاه، مش بسلقها ولا بلوحها ولا بعمل فيها اي حاجه، بمسكها اقرنها واحطها بحالها كده في التلاجة يعني، افرزها بحالها كده. بعد ما اطلعها بقى من الفريزر بمسكها اقوم سلقاها يعني غلوه واحده بس في الميه، بتفش الزكه بس بتاعت الفريزر. وبعد كده تكون انت عامله الدمعه بتاعتها، الصلصه بتاعتها، بتقوم حطها في الدمعه بقى، تبقى زي الفل. تحسي اللي انت جايباها لسه طازه. خرطت بصله حلوه كده محترمه، خرطتها ناعم، واحط على بقى زيتها وحلا واحطها احمرها، وكله سريع سريع كده. والله العظيم بجد انا في اليوم ده انا كنت بادئه في الفيديو دهوت يعني العجين والحاجات دي هناك الساعه 11 كده. خلصت العصر، خلصت الحاجات دي كان قبل العصر كمان. خبيز بقى، عجنت الاول ورجعت طبخت ورجعت رحت خبزت بقى تاني. خليكم بس معايا الاخر وانتوا هتعرفوا انا تعبت قد ايه في الفيديو، تعبي وشغلي يعني فيه. الحمد لله، ربنا ادينا الصحه يا رب. الواحد لو قعد بكاسل مش بنهض يوم يعني. انا بقى حماتي كانت معودانا الله يرحمها، الف رحمه عليها يا رب كده، وعلى امتنا المسلمين جميعا، وامنا كده وابونا، يا رب ارحمهم برحمته يا رب. بقوم محمره البصله وحاطه حبه طماطم الاول على البصله، ماشي. وتقلبيها اما تغلي كده، بتقوم محمره معاك الطماطم، حتى الطماطم لو خضره تحمر معاك. وبعد كده بعد ما هي تغلي غلوتين كده، تقوم ضايفه الطماطم، بقيه الطماطم يعني. بتاع الباميات سلقتها، بتلاقي غلوه واحده، وفضيتها في المصفى وحطيت عليها حبه ميه سقعانين عشان تبرد معايا يعني. الباميه دي كان فيها قرون كبيره، بس كانت القرون كبيره بس كانت طريه، فاهماني. خرطت بقى قرن فلفل كده على الصلصه يعني. لو انت عايزه تخرطيه عادي على البتاع على التقليه عادي، على بتاع البصله ممكن تخرطيه على البصله. مسكت بقى القرن الكبير اهوت، بقيت اعمله لان هو كان كبير، قرن كبير، مسكت خرطه. شوف الباميه خضره ازاي، تحس اللي جايه من الغيط ولا مش جايه من الغيط، خضره برسمه فل. والله العظيم كان طعمه، والله العظيم كان روعه، جميل جدا جدا يعني. والصلصه اهيت، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، بالهنا والشفا يا رب اللي كان. كانت بقى ام سامح كانت في بلقاس بتكشف على اشواك التعبان قوي، ربنا يشفاها يا رب. كان طلع لها دم في حنكها وما نامتش، ومش عارفه ايه اللي بوجعها، ووشها دي كان وارم، وكانت حالتها رهيبه. خالتها بقى راحت كشفت عليها وجت من بلقاس، لقتني بخبز، قلت لها بقى خليكي بقى تغدي معانا يا ام سام، جت عليا يعني.
قعدنا بقى اتغدينا كلنا وبالهنا والشفا يا رب، وربنا كده يديم المحبة يا رب كده، ويسترها معاهم دنيا وآخرة، ويخليهم لي ويبارك لي فيهم يا رب. الحاجة ما بتخسسش والله يا جماعة، والله الحاجة ما بتخسس، والله الحاجة بتزيد، والله حبة البامية ده همت، شوف هم قد ايه. كلنا كلنا، اتغدينا كلنا منها، وبسم الله ما شاء الله اتبقى منها طبق لطبق لتاني يوم. فطرت بيه والله العظيم، فطرنا بيه. يعني بقول لكم الحاجة ما بتخسش يعني. وانا كنت عاملاها بس طبق، يعني كنت عاملة كيس واحد على قدنا احنا يعني. ربنا بس هو اللي بيشتغل، والبركة بتبقى يعني، بدل انت ناوية خير بيبقى عندك البركة حاصلة في البيت، وربنا بيبارك لك في الحاجة اللي انت بتعمليها. وربنا يزيدكم من نعم الله يا رب. ربنا يبارك لكم يا رب كده ويسترها معاكم. غلط اهي بقى قرنان دومت، قرنان شطة سلام. قرنان شطة سلام دي خلاها في حتة تانية خالص. هنروح خلصت بقى اغطي عليها واسيبها. واروح بقى ايه اخد العجين بقى واروح اقرص يعني. هقرصه وبعد كده بقى خلصوا تقريص، وبعد كده هخبز بقى كمية كده على بعضها، وارجع تاني اولع الفرن. ليه بقى؟ عشان ما كانش حد بيخبز الا انا وام رحيم. يعني مثلا بقوم جايه خبزه المقرصه، واقوم جايه خبزه الخبيز، عشان الفرن الغاز لما بيشتغل ما يستهلكش منك غاز كتير. هي بس تشد بس وتديك على طول، عشان ايه ما ولا تستهلك غاز كتير ولا وقت يعني. سريع سريع كده. هم حبه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك يا رب، حبه حلوين ما شاء الله. قضونا وفاضوا كمان، قعدوا يعني لسه عندي منهم كمان، يقضيني كمان يومين ما شاء الله يعني. ربنا يبارك. خلاص تقرص بقى، همسك بقى اخبز اهوت، واخبز واحط بقى يعني ايه، هخبزهم بقى واحطهم مش كلهم، هيتبقى منهم شويه كده يعني، واقوم قايمه بقى مولعه الفرن، وهم رايحين بقى تشد بقى وتناولني يعني. المعونة حلوة يا جماعة، يعني المعونة حلوة. يعني مثلا لو انا سبتها تخبز الخبيز هتخبز وتناولني ومعرفش ايه، مش هتسعفني، هتغيب على ما تخبز وتشد وكده. والفرن الغاز دي عايز يد عاملة كتير، يعني عايزة 3 4 تنفار عشان يلحقوا، لان ما شاء الله الفرن كبير. عشان استنى ما هي تخبز وتشد وتناولني مش هتلحقني، فاهمني؟ عشان ما بس ما ياخدش وقت، والغاز غالي بقى وكده، وعشان الوقت بس مش اكتر. يلا الحمد لله، ربنا يبارك فيهم يا رب كده ويخليهم ليا وما تحرمش منهم ابدا، وربنا يعيني ويقويني واقدر اعمل لهم كل حاجه. طول ما احنا قاعدين بقى ناكل، فيروز تقول لي تسلم ايديك يا تيت، تسلم ايديك يا تيت، ده عيش زي العسل، تسلم ايديك يا تيت، ده اكل زي العسل، تسلم ايديك. قلت لها يا حبيبه قلبي عشان تبقوا تفتكروني لما اموت، ت- تقروا عليا الرحمه، تقروا الفاتحه عليا يعني كده، او تزوروني يعني. قالوا يضحكوا بقى يقولوا انت يعني هتموتي وهنيجي نزورك. إيه، قعدت اضحك بقى في اليوم دي بقى. رحت خلصت واتغدينا ومشيت برضو، رحت مشوار. كانت بنت اخويا والدة، ورحت شفتها وجيت المغرب. ما قعدت بقى معاها، ما جاتش الا المغرب. بس ما صورتكوش وانا رايحه ولا وانا جايه يعني. مش بحب يعني مثلا ان رايحه مثلا ازورها والده او كده، مش مثلا اقول مثلا اللي انا رايحه في الحته الفلانيه او الكلام ديت، يعني مش هنقضيها مشاوير بقى وحاجات من دي. بكفايه عليه كلنا دوشكوا، روتين البيت والشغل دي والحاجات دي. كل يوم بقى حيرة، وكل يوم هنتغدى ايه، هنتعشى ايه، هنفطر ايه، معرفش ايه. قلت لهم بقى احنا مش طابخين حاجة خالص النهاردة. احنا النهاردة هنقضيها بقى نعمل حبة رحالة حلوين كده سخنين، ونعمل بقى غاموس ونظبط الدنيا كده. كان ناقص الرحالة دي، كان ناقص فسيخ يا جماعة والله. بس اما اجي اعمل بقى مفتح على الفسيخ بقى اللي انا عاملاه معاكم ده، ان شاء الله اعمل حبة رحالة زي دولت برضو، ونقوم فاتحين عليه بقى، ونطلع بقى على السطح نسرح الغيط، نغير كده الاداء كده. عشان ناكل بقى براحتنا كده بقى، والدنيا تبقى فله كده. يلا الحمد لله، ربنا يبارك فيهم يا رب كده، ويسترها معاهم ويخليهم لنا يا رب، ويطول لنا في عمرهم، ونفرحهم كده بأي حاجة. جبر الخواطر على الله. هما بيحبوا اصلا ان انا اعمل لهم الحاجة، يعني بيحبوا مثلا ان انا حتى مسامح تقول الحاجة عندك لها طعم تاني عن اللي عندي.
يعني تاخدي الحاجه من عندي تاكلها عندي، ما بتبقاش حلوه زي ما كنت بتقعد في وسطنا وتاكل يعني، بتقولي لها طعم تاني يعني. هو الامهات كده والابهات كده والله يا جماعه، يعني مثلا اي واحده كده بتبقى نفسها تقعد عند قرايبها تاكل وتشرب عند قرايبها، وبيتها فيه الخير وكل حاجه، اي واحده بيتها ملان خير وملان كل حاجه فيه، بس بيت اهليه يعني هما اللي هو الواحد بيحب الحاجه اللي عند اهله مش اكتر، مش عشان حاجه او عشان كده يعني، مش عشان توفير يعني، عشان بقى بتبقى بتاع امها وبتاع ابوها والدنيا كده يعني. ولعت الفرن اهوت، وهمسك بقى الفرن اصلحه، لان ما عشان ما اشتغلتش فيه من زمان، ولا عملت كماج ولا عملت حاجه من ديت. بعمل في فرن القش بنخبز فرن القش، وبنعمل هناك فرن قش سمك، ما بشويش فيه سمك خالص. ما بحطش فيه اي سمك. ليه بقى؟ عشان العرصه ما تبص، لان العرصه بسم الله ما شاء الله يعني، العرصه دي حلوه، ساعة ما بتسخن ما بتلحقهاش خبيث، لان كنت عاملاها عموله مش من المشري دي، كنت عاملاها عموله الوقت من 5 سنين، كنت عاملاها ب3000 جنيه من 5 سنين يعني الوقت ما اعرفش اعمله ب7000. اي والله اقسم بالله. يلا الحمد لله. كنت عاملاها بقى عشان الكماج وكده يعني. انا خسيت يا جماعه، باين عليا كده خسيت اهو. صح مش كده؟ شكلي خسيت خالص، بس عايزه اخس كمان شويه عشان ابقى بنت نشيطه كده وبنت عود فرنساوي كده يا جماعه. يلا الحاجات اللي هناك تحت رجليا ديت الكراتين بقى بتاع البيض وبتاع البسكوت وبتاع الحاجات ديت، بحطها بجنب هناك كده، بنبيعها لبتاع الخرد. اه والله الكيلو ب5 جنيه، خسارة بدل ما يترمى، خسارة. أبيع الكيلو ب5 جنيه، ألم مثلا 10 كيلو ب50 جنيه. زي الفل، مش وحشين. نجيب طماطمايه، نجيب سمكية، نجيب أي حاجة يعني. الدنيا ماشية على ده الحال. كنت بقى ما كنت من العيش مخبوز بقى، كنت على طول ام سامح بتشدله، وانا على طول شغاله، والفرن بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يبارك. بتاع الرحال ده ما بيحمرش يعني، ما بيعوز نار كتير، اقل نار بتحمره، عشان تطلعي طري وحلو كده، يبقى معاكي حلو كده، مش ناشف يعني، مش بلدينه يعني، مش بنشفه. انا بنشف العيش، لكن الرحال ما بنشفوش، لان العيش بيغيب عندنا يعني، عشان كده بنشفه عشان ما يبص مني، او مثلا يعفن او اي حاجه من دي. لكن الرحالي حتى لو كتير عليا مثلا، بقوم جايه حطاه تعبيه في كيس او كيسان، وتقوم لو بقى فايل عليكي كيس بتقوم حطاه في الفريزر، مش بجرى له حاجه. او حطاه في التلاجة من تحت برضه، مش بجرى له حاجه، بتطلعه وبتاكلي، فاهماني؟ لكن العيش مش بتحط في الفريزر، ومش بتحط في التلاجة، بخبزه وبنشفه وبلدنه. ناكل بقى براحتنا منه بقى كده، تاكلي بقى بالعيش بالملوخيه، بسريس وجبنه حادقه، بالحاجات دي. ربنا يبارك لكم يا رب كده، ويديكم الصحه، وتعالوا عشان تغدوا معانا يا جماعه، والله العظيم كان غدا زي الفل. اما البرنجان المشوي والبطاطس مشويه، وعملنا سلطه وجبنه وخضار، وما شاء الله ما شاء الله. وعملنا بقى كسرنا بقى بصله ناشفه، وظبطت لكم الاداء خالص، خليت غدوه. بقول لكم يعني غدوه ما حصلتش احسن من اللحمه. اتغدينا غدوه احسن من اللحمه. مش عارفه بقى الفيديو ده هيلد عليكم يا جماعه ولا مش هيلد عليكم بصراحه يعني، على اقول له برضه في التعليقات. اللي يوصل لحد ما انا بتكلم كده، على اقول في التعليقات كده، شوفوا الفيديو ده يعني هتستفادوا منه باي حاجه ولا مش هتستفادوا، هايف يعني ولا حلو. يلا ما تحرمش منكم ابدا والله العظيم بجد يعني، بتكبروا بخاطر على طول يعني. ربنا يخليكم يا رب ويبارك فيكم، ما تحرمش منكم ابدا. باذنجان الشوا اهوت و... والبطاطس برضو، بس لسه انا منيه بقى بطاطسية رفيعه، عشان تستوى ما تغيبش على مخلص خبيز، يكون هي استوت، عشان ما تبقاش جامده مني يعني. كانت ام سامح كانت لسه جايه يعني، كانت خلاص اهوت، كانت لسه جايه، قلت لها لا ما تروحيش بقى عشان تتغدي معانا يا حبيبتهم. ربنا يبارك لي فيهم يا رب، ويخليهم لي، ويخلي لكم اولادكم يا رب، وينجحهم لكم، ويخسركم فيهم ابدا، وربنا يبارك لكم فيهم كده، ويهدي لكم ولادكم يا رب، يسترها معاكم الدنيا واخره. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. والله ما خدوا حاجه، شوفوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، زي العسل زي العسل والله العظيم اقسم بالله.
ودي البطاطس اهيت استوت. وخدنا بقى عملت البطاطس المفروكه دهيت، وعملت وباميه وبرنجان مشوي وبصله خرطناها كده وظبطنا الدنيا. يعني كنت بقى صورت لكم بقى، عملت لكم المفاجاه ديت عشان مفاجاه لكم يعني. يلا اسيبكم في رعايه الله.